إن جات ما جات بالمجان، يجدونها مهجاد ليلة وتصبيحه، ولا فيه مثل اللي لصعبت عليه بانقوي العزوم اللي بعيده مشاويحه، مثل مرهية الوقفات والعز ابن طبخان شهدنا فعوله قبل نسمع تصاريحه، صخر وجهه وجاهه وفا والكريم معان، ولا فيه تأخيره ولا فيه تريحه، فعوله تقاود مثل من قاد خشم العان، لو يشد حيله يمكن شوي ويزيحه، في لازمها للحاجة مغلى اليمينه ولان يسوق الخطا نفعه، مساق الخطا سيحه، تعرفه دروب باجها مشفي وطربان، وتشهد مساريه وتشهد مساريحه، مع نبذة اهل الشان صار اسمها العنوان، وفي الوقت هذا يعتبر من زحازيحه، غدا قدوة في جيله معرب الجدان، ومن لا تقدم بيض الوجه يا ويحه، معه وجه ابيض في الزمن ما معه وجهان يبي واجه الله، معه دعوه وتسبيحه، وعقب وقفته حان التمثال فيه وزان مبين لبعض الناس ما لازم توضيحه، يقولون طاحت دمعته ما لها محيان، ترى طيحة دموع المراجل ما هي طيحة، تخانقته العبرة عقب وقفة الشجعان، عقب كبر وجاهه وزادت مرابيحه، تنومس به المرة وتباهى به الغفران، ويسولف به اللي ذاق نفعة مصاليحه، وتفاخر به رجال الدواسر كبار الشان خواله، ويحق لهم بد الناس توشيحه، سلامي عليها أحلى سلام من الوجدان، سلام المصابح صدق ما هو بتلويح، نحب الطيب لو انه من نايد الناس، وش عاد لقده من قبيلة عزيزة وتربطنا به صلة وعلاقة. سالم بن مسفر الطبخان المري والله الذي لا يحلب سواه ما أعرفه ولا عمري واجهته، ولكن نحبه ليه؟ لأنه يسعى في اعتاق الأرقام وإصلاح ذات البين، ويسوق وجهه وجاهه وحلاله وماله علشان مخاليص الرجال إلى منهم نصوف. سالم بن طبخان أبو مرهي يوم طاحت دمعته ما طاحت لا من قل ولا من ذل، طاحت من السطر اللي في راسه، يوم كبر وجاهه ربعه وبني عمه عند خواله وعطوهم الدعوة واجدها وشويها، ولا هي بغريبة لا على المرة ولا على بن طبخان، احنا وياهم تربطنا روابط قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، وأهمها روابط الدين. فاللي مثله وهذه مواقيفه له من المحبة وله من التقدير وله منا الكرامة وله منا نقلطه في صدور المجالس، ونذكر فعله الطيب، الله يبارك له في عياله، والله ينشر حلاله وماله، والله يكثر من أمثاله ويطول لنا في عمره.